السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساءكم. الفيديو اليوم الخوت غادي يكون سبيسيال لهادوك القنوات ديال العياشة اللي راهم يغلطوا في المغاربة ويضحكوا عليهم، كيقولوا لهم بأن المعيشة في الزريبة أحسن من الجزائر، وحنا بغينا نردوا عليهم بالأدلة ونوريهم المعيشة في الجزائر واش بحال الزريبة ولا أحسن منها. قلنا نديروا بعض المقارنات فقط تخص بالمواد الغذائية ونشوفوا في الجزائر شحال الثمن ديالها وفي الزريبة شحال الثمن ديالها، علما هاد الأسعار راها ديال هاد الأسبوع، يعني أسعار جديدة باش ما يجينيش شي عياش يقول لي راك تكذب. نبداو بالزيت. في المغرب الزيت ديال 5 لتر كيدير ب 118 درهم اللي هي 1360 دينار، 136 ألف. وكاين نوعيات أخرى كتلحق حتى ل 140 درهم اللي هي 2800 دينار، 280 ألف. في الجزائر الزيت كيدير 65 ألف اللي هي 650 دينار، يعني 32.5 درهم. شفتوا شحال الفرق؟ 140 درهم تشري بها في الجزائر 15 لتر ديال الزيت ويبقى لك الصرف. نشوفوا الكسكسي. في المغرب كيدير 15 درهم اللي هي 300 دينار للكيلو واحد. في الجزائر كيدير 160 دينار اللي هي 8 درهم. هذا الخوت رانا نتكلموا على السلعه اللي هي جوده عاليه. راه كاين الكسكسي في الجزائر اللي كيدير 5 دراهم حتى 4 دراهم ونوعيه مزيانه، انا شخصيا كنشري. نمشيو نشوفوا المايونيز. كدير في الزريبه 25 درهم اللي هي 500 دينار. في الجزائر كدير 195 دينار اللي هي تقريبا 10 دراهم، يعني الاسعار في الزريبه زايده على الجزائر بالاضعاف. 25 درهم في الجزائر تشري بها 2 قراعي ديال المايونيز وتبقى لك 5 دراهم زياده. صبر نزيدك. وما تنساوش هاد الفيديو تبعتوه للقناه شوف خيخي اللي كيضحكوا عليكم ويقولوا لكم الجزائر كيعيشوا في الجوع. داك حنا نوريوهم شكون اللي عايش في الجوع. نشوفوا الطماطيش المعلبه. في الزريبه كدير 26 درهم اللي هي 520 دينار، هذه الكبيره ديال 800 غرام. في الجزائر كدير 210 دينار اللي هي 10 دراهم يزيدها واحد 5 ريالات ولا 10 ريالات. السعر ديالها غالي على الجزائر بالضعف. نشوفوا الحليب ديال الاطفال. في الزريبه كيدير 95 درهم اللي هي 1880 دينار، 188 ألف، وكيتباع غير عند الصيدلي فقط. في الجزائر كيدير 728 دينار اللي هي 37 درهم، وموجود عند الصيدلي وكيتباع حتى في المحلات عند البقال، وتلقى الحليب ديال الاطفال موجود وفيه بزاف الانواع. نشوفوا الحليب الجاف. على بالي ما عندكمش في الزريبه، عندكم غير هذاك ميدو وحق الله ما كتشريوه، غالي عليكم بزاف. ونذكركم ربما تكونوا نسيتوا الحليب الجاف الزريبه كانت تستعمل ديال الجزائر، كاملين كانوا يستعملوا الحليب اللحظه كبير وصغير، كانوا يهربوه بطريقه الغير شرعيه من مغليه. يكذب عليك كاش عياش يقول لك ما كيعرفش حليب اللحظه، كامل يعرفوه وكانوا يتخاطفوا عليه في الاسواق في وجده. الحليب الجاف في الجزائر مازال موجود وبكثره وفيه نوعيات بزاف. كيدير في الجزائر 544 دينار اللي هي 27 درهم. نشوفوا الحليب العادي. في الزريبه كيدير 9 درهم للتر واحد اللي هي 180 دينار. في الجزائر كيدير 125 دينار اللي هي 6 دراهم. هذا الحليب الجوده العاليه. واما الحليب المدعم من عند الدوله كيدير 25 دينار اللي هي تقريبا درهم ونصف. هذه هي يا العياشه، الجزائر ما عندهمش الحليب ياك، هكا كيقولوا لكم الاعلام ديالكم اللي كيجيبوا لكم النعاس ويخوروا فيكم. دونك نزيدكم ما تقلقوش ليا. نزيدكم حاجه اخرى. الا بغيتي تشري الحليب هذاك اللي هو جوده عاليه، الا بغيتي تدي
سيري فيه 12 علبة، يعني 12 لتر، يحسبوه ليك ب 1100 دينار اللي هي 55 درهم، 15 لتر. عمر راسك بهادي مزيانة العياش. نزيدو نشوفو حاجة أخرى، نشوفو زيت الزيتون اللي هو زيت البلدية. في الزريبة كيدير 61 درهم، يعني 1220 دينار. في الجزائر كيدير 258 دينار اللي هي 13 درهم. شفتوا الفرق شحال كبير؟ فرق شاسع لا يقبل المقارنة. نشوفوا العدس. في الزريبة كيدير 25 درهم اللي هي 500 دينار. في الجزائر كيدير 240 دينار اللي هي 12 درهم. فين غاديين بهاد الأسعار صاحبي؟ الثمن اللي تشري به كيلو عدس في المغرب يشري لك 2 كيلو في الجزائر ويشيط لك الصرف. كذلك الحمص في الزريبة كيدير 23 درهم اللي هي 460 دينار. في الجزائر كيدير 328 دينار. شوفوا لحد الآن مازال ما لقيناش حاجة في الزريبة الثمن ديالها ناقص على الجزائر، ما كاينش. نشوفوا الروز في دولة عاشا الملك كيدير 14 درهم اللي هي 280 دينار. وكاين نوعيات أخرى السعر ديالها أكثر من 14 درهم. في الجزائر الجودة العالية ديال الروز كيدير 128 دينار اللي هي 6 دراهم. وكاين ديال 4 دراهم 3 دراهم. اللوبيا في الزريبة كدير 29 درهم اللي هي 580 دينار. في الجزائر السعر ديالها 228 دينار اللي هي 11 درهم ونصف. العياشة راكم تشوفوا الفرق الشاسع في الأسعار بين الجزائر وبلادكم ولا والو؟ وقيلا راكم غير تسمعوا ساكسين لا فاهمين فيها حتى حاجة. صبروا دوك نزيدكم مازال ما كملناش. نمشيو للمقارون. في الزريبة السعر ديالو كيدير 11 درهم ونصف اللي هي 220 دينار. في الجزائر كيدير 80 دينار 4 دراهم. كذلك السباغيتي في الزريبة كيدير 19 درهم 3 باكيات. في الجزائر ما عندهمش العجائن كل حاجة بالسعر ديالها، لا، العجائن في الجزائر كلها بسعر واحد، يعني المقارون، السباغيتي، المحمصة، الشعرية كلها كدير ب60 دينار اللي هي 3 دراهم. 3 دراهم وهز لي بغيتي، كول يا المسكين. نتوما في الزريبة العجائن عندكم غالية بزاف، هاتي لا نقاش فيها. نزيدو نشوفو الدقيق. في الزريبة السعر ديالو 10 كيلو ويزيدوك 3 كيلو، يعني بونيس اللي هي 13 كيلو ب 48 درهم اللي هي 960 دينار. ايوا اسمع شحال يدير في الجزائر العياش. كيدير في الجزائر 25 كيلو ماشي 10 كيلو. 25 كيلو دقيق ب 592 دينار اللي هي 29 درهم، يعني 48 درهم اللي كتشري بها انت 13 كيلو فرينة. في الجزائر تشري لك 100 كيلو. عمر راسك بهادي يا المكلخ، وقيلة تخلعتي نزيد نخلعك. على بالي الفيديو هذا غادي يسطيك العياش، ولا شافتو فاطمة مطيشة يطلع لها السكر مباشرة. نشوفو السكر سنيدة. في الزريبة السعر ديالو 5 دراهم اللي هي 100 دينار، تقريب هي والجزائر بحال بحال. في الجزائر حتى هو كيدير واحد 100 دينار ولا 90 دينار، ما كاش فرق بينها بين المغرب. 5 كيلو السكر كيدير 45,000 اللي هي 450 دينار. نشوفوا المياه المعدنية. في الزريبة قرعة الماء ديال لتر ونصف كدير ب6 دراهم اللي هي 120 دينار. في الجزائر كاين اللي كيبيعها ب25 دينار وكاين اللي كيبيعها ب30 دينار اللي هي درهم ونصف، فرق كبير صاحبي. كذلك الفرماج نوعية لافاش كيري. في الزريبة السعر ديالو 24 درهم، هادي العلبة ديال 16 حبة
اللي هي 480 دينار، 48,000. في الجزائر السعر ديالها 180 دينار اللي هي 9 دراهم. شوف الفرق، خليك العياشة انت اللي دير الفرق. كذلك الطون اللي كتدعوا علينا بانكم عندكم جوج بحور والسمك عندكم رخيص، السعر ديال الطون المعلب كايدير 35 درهم اللي هي 700 دينار، السيري اللي فيها 3 علب. في الجزائر السعر ديالو 230 دينار اللي هي 11 درهم. نعم السي محمد، الطون في الجزائر راه رخيص على بلادكم العياش. هذيك ال 35 درهم اللي تشري لك انت 3 علب، في الجزائر تشري بها 9 علب وتبقى لك 2 دراهم. نشوفوا البيض في الزريبة السعر ديالو 40 درهم اللي هي 800 دينار، 80,000. في الجزائر السعر ديالو 520 دينار اللي هي 26 درهم. شفت الفرق شحال العياش؟ 14 درهم زيادة. تحلوا فوامكم وتهضروا ديك الهضره الخاويه وتقولوا الجزائر ما فيها والو وشعبها مقهور قاتلوا الجوع. ايوا سمعي مزيان وعمري راسك، هاد الاسعار رانا جبناهم من الكارفور، يعني الكارفور اسعار غاليه. اما لو كان نمشي للسوق ونمشي عند البقاله برا القاو الاسعار ارخص من هاد الاسعار اللي راك تسمعها انت. هاد المقارنه جبناها لكم من الكارفور. المعيشه في الجزائر رخيصه بزاف والفقير عمره ما يرقد جيعان، هادي مستحيل. حتى المغاربه اللي كيعيشوا في الجزائر كلهم مصدومين بهاد الاسعار اللي موجوده في الجزائر. وهاد المقارنات اللي درناها مجرد مقارنات بسيطه على بعض الاشياء فقط، وفي الايام القادمه غادي نزيدكم مقارنات اخرى باش تعرفوا مزيان بانكم كتعيشوا في واحد البلاد ديال الشلهبيه ساخطين عليكم، وعصابه كتمارس عليكم جميع انواع العذاب والقهره. قهروكم اصاحبي بالزيادات في الاسعار، وديما تسمعوا الاخبار باغي يزيدوا في المازوت، يزيدوا في الغاز، راهم باغي يزيدوا في دي، راهم باغي يزيدوا في هادي. فين غاديين؟ اكم قرابه يدخلوكم الكتاب غينيس، اغلى دوله في العالم. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في موعد اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.